قطر الحبايب رسى قطر الحبايب رسى بس الحبيب ما جا فيه. يا عيني يا عيني يا عيني. ضحك عزولي وبصت عينه سما جا فيه. يا سما جوفو سما جوفو. ايوه يا فتاح قول يا قول يا ده شريف يا ايوه يا سيدي. بس حفاوي وقال لي خلك قدر على البعد، انا قلت له وقال لي خلك قدر على البعد، انا قلت له هو يجفيني لكن حالف انا ما جافي. يا سيدي يا سيدي، جميل 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 والله جميل. شكرا يا استاذ عبد الفتاح. الحقيقه في هذه الحلقه هننتقل الى لون اخر من الوان القول اللي هو فن الموال. يعني الفترة اللي فاتت كنا بنقدم فن الواو وأغراض فن الواو وشكل فن الواو وتعريف فن الواو. ابتداء من هذه الحلقة هنتعرض لتعريف الموال وأشكال الموال وأغراض الموال. الموال على فكرة ابتدعوه أهل العراق، زي ما الزجل ابتدعوه أهل الأندلس. والموال جانا إلى مصر بشكله اللي قالوه في العراق بشكل معين، ومصر هنا طورت هذا الشكل. يعني العراق الموال عملوه موال رباعي زي الموال اللي قاله الأستاذ عبد الفتاح، لكن كل القوافي بتاعته كانت متفقة. مثلا الموال العراقي، عشان بس أنا هقول موال عراقي وموال مصري عشان نحس بطعم الاثنين أو بالفارق في تقنية الكلام في الاثنين. العراق بيقول طرقت باب الخبة قالت من الطارق. نعم نعم. طرقت باب الخبة قالت من الطارق، فقلت مفتون لا ناهب ولا سارق. تبسمت لاح لي من ثغرها بارك، رجعت حيران في بحور أدمعي غارق. بسم الله. هذا هو الموال العراقي اللي عملوه على بحر معين اسمه بحر البسيط، وخلوا القوافي كلها متفقة، وزي ما سمعنا فيه بعض الكلمات فصيحة وبعضها عامية. حتى الموال بيسموه البرزخ بين فنون القول الفصيحة وفنون القول العامية. مصر عملت ايه في الموال الرباعي ده؟ في موال مصري بيقول بخت الخسيس اتعدل لما الزمن غلاه، ورخص ابن الأصول وفي قدرته غلاه. بخت الخسيس اتعدل لما الزمن غلاه، ورخص ابن الأصول وفي قدرته غلاه. فردت قلعي عشان ارحل خنتني الريح، ودرست جرني طلعت ابنه بلا غلاه. بسم الله حاج عبد الفتاح. شوف طعم الموال المصري وطعم الموال. نعم. ذكروا لنا عن الموال حاج عبد الستار. نعم. ان بدايته كانت من ايام فتنه البرامكه مع هارون الرشيد. مقتل البرامكه. نعم. نعم. يحيى البربكي. نعم نعم. يحيى البربكي كانت الجاريه بتاعته بترسيه بمربع بتقول فيه يا دار اين الروم اين الفرس اين الذين كانوا يحرسوك بالقنوات. نعم. قالت تراهم رقد بعد الفصاحه
خرس. ألسنتهم نعم. خرس. جميل. احنا خدنا النموذج ده نعم. كمصريين، أضفنا عليه وجداننا المصري الطعم، هضمناه وطلعناه باللغة وطلعناه بالحس المصري. بالحس المصري، صح. بالحس المصري. جميل. لأن الحس المصري يختلف عن أي حس في العالم. ده صحيح. يعني النهارده لما تشوف عبد الفتاح وبيغني معانا في حسه، هتلاقي الحنجره بتاعت عبد الفتاح دي صناعه مصريه، مش موجوده في العراق. عظيم. عظيم. مش موجوده في تونس. دي الصناعه المصريه. ايوه. لما تلاقي مشايخنا الافاضل المقرئين زي الشيخ عباس عبد الصمد والشيخ محمد صديق المنشاوي، وهم بيتلوا ويجودوا علينا القرآن الكريم. نعم. صحيح. بتلاقي الناس دول مش موجود مثلا في أي بلد في العالم العربي زي الشيخ عباس عبد الصمد. ما ده بفعل الطبيعة والمناخ والميت. هتلاقي برضه صح. صحيح. الحنجرة نعم. مصرية. صحيح. فده الموال بتاعي المصري. بس أنا ضفت عليه القدر. نعم. ونسمع عبد الفتاح ونسمع محمود.